لما أكون آكل مثلا في الدار أشغل مقاطع الشيخ سعيد الكملي. الحقيقة رجل راقي، فكره راقي، فقيه، كلامه عذب لذيذ، له مقاطع كثيرة ودروس متسلسلة بحيث أنك أنت إذا دخلت معه وتابعته تطلع بحصيلة فقهية. هو ليس له أجندة ولا عنده نزاعات، هو يعطيك فقه مثلا فقه الإمام مالك ويعطيك الدروس من البداية بحيث أنك تطلع بكورس أو تسمى دورة كاملة. هذاك الرجل ما عمرنا سمعنا منه ربع كلمة ديال الإساءة لشي عالم من العلماء، وهذا منهج نادرا فين تلقى واحد الانسان تيقريك وتيركب فيك السم تتولي انت قاري ومسموم. ولا شفتي الشيخ راه قليل الكلام، راه ما تلقاش عليه شي كلام في التخربيق، راه كيتكلم في العلم فقط وفي العظه. كتلقاه اما كيتكلم على القران واما على سيدنا النبي واما في نصره المذهب المالكي، ماشي تعصبا له وانما استدلالا له وخدمه له، واما في نصره السنن المغربي النسق المغربي. هذا هو الشيخ سعيد الكمالي. عندما تكثر الفتن وتتشعب بالناس الأهواء وتتفرق بهم المذاهب ويكثر القيل والقال والرد والراد والمردود عليه، يكون الملجأ الموفق إلى كتاب الله. ليس وعدا خيرا من ربنا وليست موعظة أبلغ من كلامه، والموفق هو الذي يقبل على كلام ربه ولا يتقرب إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، وهو كلامه سبحانه. هو الشمس التي أشرقت من المغرب، صغير السن لكن تجاعيد قلبه أرهقتها هموم الأمة وعلوم الأرض. هو الشيخ العلامة الدكتور سعيد بن محمد الكاملي، صاحب الذاكرة الخرافية التي التهمت الشعر منذ ولادته والعلم الشرعي والوضعي، فكان أعجوبة عصره وفارد ظهره. لله دره هامته في الخمسينات وعلمه الغزير لا تحتويه القرون، وكأنه يقول: أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. ويشهد الجميع أن فخامة اللباس المغربي التقليدي الأصيل يتجلى في هذا النابغ الجميل، علم غزير ولباس يليق بالمقام الجليل. وأنتم تعلمون متابعي الأعزاء أن الزي التقليدي جزء لا يتجزأ من التراث، والتراث واحد من المقومات اللازمة لتشييد الحضارة وتطورها، فهو أداة تعريف الأمم ورمز لتميزها وتفردها، وهو خير شاهد على درجة وعيها وعلى تنوع الحضارات المتعاقبة عليها. وعندما سئل الشيخ عن لباس المسلم أجاب: ما نصيحتكم في لباسنا؟ أن يكون جميلا. راه الناس تشوف فيكم. هل الأفضل أن نلبس اللباس التقليدي من أصول بلادنا أم اللباس الفرنسي بصفته الشرعية؟ الأفضل أن تلبسوا لباسا جميلا حتى إذا نظر إليكم قالوا ما أجمل هذا المسلم. إن المتتبع للعالم الفقيه المغربي سعيد الكاملي الذي صنفه المعهد السويسري غوتليب داتويلر أكثر شخصية مغربية تأثيرا في العالم، والذي فند مقولة ليس عندنا علماء في المغرب بعد إطلالته عبر سلسلة دروس شرحه للموطأ، وكذا بعض محاضرات وبعض الخطب، يلمس بوضوح جملة من الملاحظات التي ميزته ضمن لفيف من العلماء والفقهاء، ولعل من أهمها حفظه العجيب والفريد، فهو يحفظ كل شيء عن ظهر قلب، وهذه سنة من سنن أهل المغرب العربي في حفظ المتون والتراجم منذ القدم. وقد قرأت أن الطالب إذا طلب من شيخه إعادة ما ذكره له يعتبر ذلك الطلب سوء حفظ وخدش في منزلته ومكانته، لذلك يتدربون على الحفظ حتى يبتعدون عن تهمة سوء الحفظ، ويعتمد في جلسته على السؤال والجواب، فهو يسأل طلبته ثم يجيب أو يؤيد إجابة طالب ذكي أو يصحح إجابة طرحت، وهذا من تمام حسن الإلقاء. كذلك من خلال دروسه الكثيرة تتميز جلسته بأنها جلسة علم ووقار لم تتغير هيئتها، وبقي على حاله طوال تقديم الدروس، فهو يتربع ويضم رجليه ولا يمدهما أبدا،
من حين لآخر يعتمد على بعض النكت التي تضفي على الجالس والسامع قدرا من الراحة وتمكنه من فهم الصعب من المسألة، ويأخذ قسطا من الراحة ليعاود الاستماع بنفس جديد مساعد على العلم والمثابرة. والملاحظة التي لفتت انتباهي ولأجلها كانت هذه الحلقة هي أناقة الفقيه سعيد الكاملي الحاضرة دوما عبر دروسه، وقد تمثلت في اللباس المغربي التقليدي كما قلت في البداية، فهو في كل حصة يرتدي لباسا تقليديا مغربيا يدل على حبه لوطنه واعتزازه بتاريخه وأرضه. الأفضل أن تلبسوا لباسا جميلا حتى إذا نظر إليكم قالوا ما أجمل هذا المسلم. هذا هو الأفضل. أما نحن ليس عندنا لباس نتعبد بلباس، لا راه إذا لبسنا القميص عندنا الأجر، إذا لبسنا الجلابة عندنا الأجر، إذا لبسنا هذاك اللباس الأفغاني عندنا الأجر. لا، حنا الفقهاء عندما يتكلمون في كتاب اللباس عن أحكام اللباس جعلنا أحكاما لا يكون شفافا، لا يكون صافا، لا يكون من حرير للرجال، لا يكون كذا. عندهم أحكام متفق عليها، تحريم الحرير للرجال إلا لمن له جراب أو لمن له كذا من كذا، تحريم أن يكون كاشفا للعورة المغلظة أو كذا. وعندهم أحكام اختلفوا فيها. من يسأل عن سيرة الشيخ الأستاذ سعيد بن محمد الكاملي سنقول وبتوفيق من الله أنه ولد بالرباط سنة 1392 هجرية الموافق لسنة 1972 ميلادية، وقد تلقى تعليمه الثانوي الإعدادي بكل من ثانويتي دار السلام ومولاي يوسف بالرباط، ثم حصل على شهادة الماستر في تسيير وإدارة المقاولات السياحية من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. وفق الله الشيخ لحفظ كتابه، وحرص خلال 6 سنوات على الذهاب كل أسبوع لمدينة مراكش عند الشيخ المقرئ الفد الوحيد عبد الرحيم النابلسي حتى أجازه في القراءات 10. ويحفظ الشيخ كذلك العديد من المتون في النحو والصرف والبلاغة والفقه والحديث والقراءات والمنطق والأدب. تتلمذ على ثلة من العلماء في المغرب كما في المشرق، ومنهم الأستاذ العلامة الدكتور فاروق حمادة، والأستاذ الدكتور الأديب الفقيه محمد الروقي، والشيخ الأديب الشاعر مصطفى النجار شفاه الله وعافاه. وأجازه الشيخ محمد الأمين بوخبز الحسني في الكتب الستة وفي سائر مرويات شيخه أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله. ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط فحصل على شهادة العالمية ثم شهادة الماجستير، ورسالته فيها مطبوعة بعنوان الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية. ونال بعدها شهادة الدكتوراه برسالة بعنوان الاجتهاد المعاصر والمشكلات الإنسانية بحضور العلامة المغربي فاروق حمادة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالطبع. وقد قام الشيخ أيضا بالتدريس في جامعة محمد الخامس بالرباط بكلية الأدب والعلوم الإنسانية شعبة الدراسات الإسلامية، وكانت دروسه في الفقه والحديث والمواريث والنحو والأصول والأدب. وكانت للشيخ عدة رحلات وجولات وصولات داخل المغرب وخارجه التقى بها بكبار العلماء والفقهاء لا يسع المجال لذكرهم. ساهمت في اتساع مداركه، ومن أهم مؤلفاته كتاب الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية، كتاب جني الثمرات من نظم الورقات، وكتاب النقد والتعليل لبناء الأحكام على ما أصل في البيان والتحصيل. وفي الأخير ومهما قلت لن أوفي الشيخ قدره، لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. وحقيقة لم يكن غريبا أن يكون الشيخ سعيد الكاملي على رأس التصنيف الجديد الذي قدمه معهد غوتليب داتويلر السويسري، والذي شمل كذلك 6 أسماء مغربية لامعة ضمن لائحة الشخصيات العربية الأكثر تأثيرا في العالم، في لائحة ضمت 112 شخصية من دول عربية مختلفة، وهم على التوالي الشيخ سعيد الكاملي، طه عبد الرحمن، أندري أزولاي، أمين رغيب، أبو زيد الإدريسي، وناصر الزفزافي. ويرجع هذا الاختيار حتما بسبب دروسه الفقهية ومشاركته في العديد من البرامج الدينية في مجموعة من القنوات العربية داخل المغرب وخارجه، وكذلك بفضل منظره الأنيق. فالشيخ في كل دروسه يرتدي لباسا تقليديا مغربيا كما قلت يدل على حبه لوطنه واعتزازه بتاريخه وأرضه. وإلى هنا انتهت هذه الحلقة. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب واشتراك القناة تفضلا منكم وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.